هل الدعاء يرد القضاء؟ بمعنى هو ابن القيم هنا بيجاوب على إشكالية عند أي حد مش فاهم عقيدة ممكن تجيله، وهي سؤال إيه؟ هو لو كده كده ربنا كتب المقادير، صح؟ يعني كتب إيه اللي هيحصل لي وإيه اللي مش هيحصل لي وإيه البلاء وإيه اللي مش بلاء، كل حاجة حصلت. إيه لازمة الدعاء؟ هو الدعاء بيغير قدر ربنا؟ مش كل حاجة كتبت؟ هو في حاجة هتتغير؟ رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف، كل حاجة اتكتبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ، مفيش حاجة بتتغير فيه، لأن ده علم الله، وعلم الله مش بيستجد، مش مثلا بيحصل مفاجآت أو حاجة بتتغير، خلاص ربنا عالم ما سيكون وكتب وخلصت. بتقولي طب إيه لازمة الكلام بقى؟ إيه لازمة الدعاء؟ هنا ابن القيم بيجاوب على الحتة دي. للأسف هو مشكلة اللي بيبص البصة دي إيه؟ إن هو بص للنتائج بس، ما بصش للأسباب اللي وصلت للنتائج. ربنا كتب انك انت هتخف. هتقولي طب ايه لازمه ان انا بقول يا رب اشفيني طالما انا كده كده مكتوب هخف او مش هخف؟ ايوه، ما هو الكتب ان انت هتخف، والكتب ان انت قبليها هتدعي، الكتب انك انت هتصاب، والكتب قبليها ان انت هتعصي. فدي اتكتبت ودي اتكتبت، انت بص لدي وتقول ايه لازمه دي؟ ايوه، ما هي دي اتكتبت، والكتب ان دي سبب لدي، فاهم؟ الكتب السبب والنتيجه، مش كتب النتيجه بس. ما يجيش واحد يقول طالما كده كده ربنا كاتب لي هنجح والاسط، ايه لازمه المذاكره؟ طب ما نفس الكلام قوله في الاكل والشرب، طالما ربنا كاتب لي كده كده هعيش قد ايه الفرق اكل وما اكلش؟ كده كده انا هعيش عمر واحد. تقول لي لا، ما لازم ناكل. اشمعنى؟ ما لازم نشرب. طب بتنزل الشغل ليه؟ الشغل ما مش كده، مش رزقك كده كده مكتوب، فاشتغلت او ما اشتغلتش المفروض يجي لك. تقول لي لا، ما انت كده مش فاهم يا عم الشيخ، ده تواكل كده يا عم الشيخ، تواكل. اسعى عبد ونسعى معاك، وتلاقي ايه؟ فقيه عند العمل، عند الرزق فقيه، فاهم اسم الرزاق 100، لكن اسم الغفار والتواب دي ما بيفهموش. تقول له طب يا عم توب، ربنا يهديني، هعمل ايه انا؟ ربنا يهديني بقى، تمام. طب يا عم خد بالاسباب التوبه. يقول لك ما هي ربنا كاتبها عليا، اعمل ايه؟ هو ربنا كتبني عاصي، انا اعمل ايه؟ انا بقى هو ربنا ايه يهديني بقى، هبقى كويس لوحدي. لما ربنا يهديني هبقى كويس ايه لوحدي. فشو طب ما تشتغلش يا شيخ، تواكل ده كده تواكل. ربنا كتب الرزق، بس برضه لازم احنا ايه؟ نسعى. واسعى عبدنا نسعى معاك، ويبتدي بقى ايه؟ يخش تاني في الفقه الرزق بس. طب ما هي زي ما انت فاهمها في الرزق، فاهمها في كل حاجه. ربنا كتب رزقك، بس كتب سعيك للرزق ده، فاذا ما سعيتش مش هتوصل للرزق، ويبقى الكتب ان انت مش هتسعى، والكتب مش هترزق. الفكره انت اصلا مش عارف مكتوب ايه كمان، فده اللي بيخليك، عشان انت مش عارف مكتوب ايه قاعد بتسعى. فلو واحد دلوقتي فقير مثلا، فقير فبيحاول يبقى غني، فلو واحد قال له يا عم انت فقير وما شكلك هتفضل فقير، يقول لك ايش عرفك؟ مش يمكن مكتوب عند ربنا غني بعدين، فانا بعمل اللي عليا، والله عشت فقير مت فقير، خلاص ده يبقى ده اللي حصل. بس يا عملت لا، يمكن اكون مكتوب عند ربنا غني. كذلك العاصي، تقول له يا عم توب، يقول لك طب يقول لك خلاص انا مكتوب، ايش عرفك؟ يمكن انت مكتوب عند ربنا ايه؟ تائب، مكتوب عند ربنا اهل الجنه، اعمل عمل اهل الجنه يبقى انت خلاص وصلت. كذلك بنقول لواحد ايه؟ ادعي، يقول لك ايه لازمه الدعاء؟ ما انا كده كده يا هخف. ماشي، ما انت ما تعرفش مكتوب ايه، ما يمكن مكتوب انك مش هتدعي فمش هتخف، وده اللي انت هتعمله فعلا، او مكتوب هتدعي وهتخف، وده اللي انت حاجه من الاثنين هتعملها. فانت عشان عارف ان النتائج مرتبطه بالاسباب، بتبقى حريص على الاسباب، مش بتتوكل على النتيجه، لان انت تعلم ان ربنا نعم كتب الاسباب، ولكن جعل النتائج مرتبطه بايه؟ باسباب. ولاني ما اعرفش النتيجه فبظل بقاوح في السبب، لان ما اعرفش النتيجه، وعندي امل تكون نتيجتي حلوه عند ربنا. واللي بيأكد لي ان نتيجتي حلوه ان وفقت للسبب، فعندما توفق للسبب تستبشر ان نتيجتك حلوه، لان لو نتيجتي مش حلوه ما كانش وفقني للايه؟ للسبب. عشان كده العبد، واحد قال انا اعلم متى يغفر لي، قال له تعرف امتى؟ قال اذا الهمت الاستغفار، فانه ما الهمني الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لي. فهم. عشان كده الصحابه قالوا ما كنا اشد اجتهادا الا بعد فهم القدر، بعد فهم احاديث اللي هي القدر كانوا اشد اجتهادا. وهنا بيقول الحته دي، بيقول ان ما بيجيش حد يقول، بيرد برضه على نفس السؤال. ممكن واحد كل مشكلته في الدعاء يقول لك ايه لازمته؟ طب انا في الاخر اللي هيحصل هيحصل. لا، الدعاء سبب، ما خدتوش يبقى انت قصرت. ما تقولش ما كده لا، النتيجه مرتبطه بالسبب، ومنه الدعاء، ان ربنا كتب ان فلان يدعي فهيحصل، او فلان هيكسل يدعي فمش هيحصل. بس يعني ايه؟ طالما انا مش عارف ايه النتيجه، يبقى دايما ايه؟ اجتهد في موضوع الايه؟ الاسباب دي.